السلام عليكم، معكم ام هاني. اليوم جبت لكم وصفه جديده اللي هي عباره عن كغاتان بالبطاطا والبولي، وصفه صيفيه. لهاد الوصفه نحتاج لهاد المكونات. نحتاج صدر تاع الدجاج اللي كنت غليته في الماء بالماء والملح وفلفل كحل حتى طاب. عندي 2 حبات بطاطا اللي كنت قصيتهم ديكاري وقليتهم، 2 حبات بيض كاملين، فص تاع ثوم رابيته، 2 معالق كبار تاع لا شابلور خبز يابس مرحي، و2 معالق كبار تاع لا كريم فريش، والزبده باش ندهن لي مول تاعي. ندخلوا في طريقه التحضير. نبدا نفتت الدجاج تاعي من بعد اللي خليته يبرد، نفتته الى قطع صغيره. ولا تقدري تستعملي يدك. نوضع الدجاج في النسيات، نضيف عليه البطاطا قليتها، ولا بغيتي تبخريها تجبدي ثاني تبخريها. نزيد نضيف عليها 2 معالق تاع لا كريم فريش، نضيف سنينه تاع الثوم، 2 معالق تاع لا شابلور. انا ديجا كنت دايره فلفل كحل والملح في البطاطا وفي الدجاج. الا ما كنتيش استعملتيهم من قبل تقدري تعاودي ديريهم. في الاخير نوضع البيض، هما 2 حبات. عندي هنا ثاني فخوماج غابي اختياري، لا عندك تنجمي ديري، ما عندكش تقدري تعوضيه بالبورسيون ولا ما ديريش خلاص. نخلط كاع المقادير. انا نحكم ليمون، هاد لي زانغريديون اللي عطيتهم لكم يكفيو 2 ولا 3 تاع الناس. نحكم هاد ليمون، انا خيرتهم يكونوا دي مول انديفيديوال، ولا عندك مول كبير تنجمي ثاني ديري فيه. ندهنهم بالزبده، ونعمر فيهم الكغاتان تاعي. هما لي مول تاعي من بعد اللي عمرتهم. الان غادي ندخلهم للفرن على درجه حراره 180 من 25 حتى 27 دقيقه، ومن بعد نخرجهم باش نعاود نزيد لهم فخوماج غابي من الفوق. ها هو داير الكغاتان بولي بالبطاطا تاعي، ها هو اللي دخلته للفور. وعاود كي قربت نخرجه زدت عليه شويه فخوماج غابي، خليته يزيد يتحمر شويه، ونقدمه هكذا كطبق رئيسي. نتمنى انه اليوم طبق اليوم كان نال اعجابكم. الى اطباق اخرى، الى اللقاء.